هل المشكلة دايما انك مش معروف؟ هل الشهرة او انك تتعرف كشخص في الزمن ده مهم بالنسبة ليك؟ هل الفايدة من الفيديو ده انك تتعرف؟ لا، الفايدة من الفيديو ده انك تتعرف بالطريقة اللي انت عايزها، مش بالطريقة اللي الناس هتقولها عليك. وده الفرق في الفيديو ده. إيه الفايدة انك تتعرف في الزمن ده، وايه الخطوات اللي تمشي عليها عشان تتعرف في الزمن ده؟ طيب، وازاي تبدأ؟ طيب، اليومين الجايين ان شاء الله هكون بصور وبمنتج وبكتب واعمل ستوري بوردنج وكل الكلام الحلو ده للفيديوهات اللي انا هنشرها على انستجرام، على النت يعني. فاللينك بتاعي هتلاقوه تحت بتاع الانستجرام. لو مش عامل لي فولو اعمل لي فولو تحت. لو حابب نبدأ مع بعض في رحلة بناء البيرسونال براند مع بعض، فسيب كومنت تحت وإن شاء الله هتواصل معاك. وممكن بقى نعمل سواء ديسكورد سيرفر أو كده، أي حاجة بسيطة يعني. جاست تشانل، تكست شانل وفويس شانل وبس، ونبدأ مع بعض نشجع بعض. ايه المشكلة؟ انا شايف انك كشخص مش معروف في الزمن ده، وانت عندك ايا كان مهارة ايه، سواء عندك مهارة او رسالة عايز توصلها للناس او فكرة او شغال على بروجكت او بيزنس وانت مش معروف في الزمن ده، فدي مشكلة. عشان مين اللي هيكون دماغه نفس دماغك؟ مين اللي صوته هيبقى شبه صوتك؟ لما تتعرف فساعتها انت بتكون البراند، ساعتها بس انت بتكون البراند بتاع اي حاجة اللي انت فاكرها، اي حاجة انت بتعملها، سواء الفكرة، سواء لايف ستايل بيشجع عليه، سواء بيزنس فالناس بتجريف للبرودكت بتاعك، عايزة تجرب الخدمة او السيرفيس او المنتج او البرودكت اللي انت بتقدمه، ايا كان يعني. فدي فايدة انك تتعرف، او دي المشكلة انك مش معروف، فمش هتلاقي حد قوي بيشاركك نفس اهتماماتك او صورتك والكلام ده كله. السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي ما هي الا أداة انك بتستخدمها او احنا بنستخدمها عشان توصل هدف معين او رسالة او لايف ستايل ايا كان للناس. فهل هي الأداة الوحيدة؟ لا، مش هي الأداة الوحيدة، لكن هي أسرع أداة وأحسن أداة في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، عشان توصل رسالتك وهدفك وكل الكلام ده. فاستخدمها، ما تعذبش نفسك يعني. الهدف انك تتعرف بالطريقة اللي انت عايز. آه، الهدف انك تتعرف بالطريقة اللي انت عايز الناس تعرفك بيها، مش الطريقة اللي الناس هتقولها عليك. وده المختلف في الفيديو ده، وده الفرق الفيديو ده عن اي فيديو تاني عن البيرسونال براندنج يعني، وانا بحضر للفيديو ده. ف قبل ما تبدأ لازم تعرف ثلاث حاجات مهمة جدا. ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين الانفلونسر، هنقول عليه انفلونسر. تاني حاجة هنقول الكونتنت كريتور. تالت حاجة ألا هو البيرسونال براند. فأول حاجة الانفلونسر. فهنيجي نبص على الانفلونسر هنضحك. هل هو بينفلونس حد؟ طبعا لا. في الزمن ده يعني ما اعتقدش ان في انفلونسر بينفلونس حد خالص يعني، او مش بيقول على نفسه انفلونسر. بس عايزك تفكر في اي انفلونسر كان يعني في دماغك، وشوف هل المواصفات دي او هل الاسئله دي بتنطبق عليه ايا كان ولا لا. طيب، هل هو بينفلونسك عشان تعمل حاجه معينه عشان تشتغل؟ لا، مش هتلاقيه بينفلونسك. هل هو حابب يوصل رساله معينه او هدف او بيحبذ على لايف ستايل معين؟ لا، مش هتلاقيه بيعمل كده. طيب، الهدف الأساسي إن هو بيعمله أو اللي هو من اللي بيعمله ده كله، ألا وهو إنه يجراب الاتنشن. طول ما هو في اتنشن ناحيته، او في ريتنشن ريت او ريتنشن تايم ريت عنده عالي في الصفحه او في البيج او في كل الكلام ده او في الستوريز وكل الكلام ده، فهو بيكسب اكتر. فهو عايش على الاتنشن. عشان كده بنلاقي الفيديوهات اللي هم بيعملوها بتلاقي فيها هوكس، بتلاقي فيها ترانزيشنز، فبتلاقي ناس تانية طالعه تعلم ازاي تشد انتباه، ازاي تعمل ترانزيشنز. كل الكلام ده كويس وكل حاجه، بس انت بتلعب برضو على الاتنشن. عشان كده بنلاقي برضو في اطفال اليومين دولت بتلاقي الاتنشن سبان بتاعهم اقل من 5 ثواني، ودي حاجه يعني تحزن جد. فربنا يعافينا يا رب. فده الانفلونسر. تاني حاجه الا هو الكونتنت كريتور. الكونتنت كريتور مش هنقول اللي هو بيعتبر نفسه بالمعنى الحرفي كريتور، يعني انا مش بعتبر نفسي كريتور يعني خالص. هقول بعتبر نفسي ايه لما اخلص الفيديو ده، او هتعرف
كل واحد بيعتبر نفسه ايه بعد ما نخلص الفيديو ده، ما علينا. فالكونتنت كريتور مش بيقول على نفسه كريتور بالمعنى الحرفي زي ما قلنا، بل هو بيكريت حاجة او بيعمل حاجة يقدم فيها فكرته، يقدم فيها فاليو للناس، سواء كان مهارة معينة أو سكيل معينة، بينشرها بغرض إن هو بيحب الحاجات دي، أو بأي غرض، إن كان غرض الاكتساب، غرض كذا، غرض كذا. بس هو مش في دماغه الاتنشن خالص، بس بينصاع بقى، أو مش عارف بنقول عليه إيه صراحة، بينساق كده تحت الاتنشن والفولورز والاودينس، وبيهتم بالحاجات دي والفيورز وكل الكلام ده. فبنلاقيهم اول حاجه الكونتنت اللي بدأ بيه مثلا، سواء مثلا كان فيديو اديتنج، فتلاقي الكونتنت كويس جدا، عالي جدا، في هاي كونتنت، هاي كواليتي كونتنت. بعدين لما ما يلاقيش ريتش زي الاول والكلام ده كله، فبنلاقيه بنلاقي المحتوى قل خالص. فهو بينصاع للاسف تحت الفولورز والفيورز وكل الكلام ده، بس كان هدفه الاول كان نبيل عادي يعني. تمام. تالت حاجة ألا هو البيرسونال براند. طيب، هنقول البراند يعني ايه قدام، هنشرح يعني ايه البراند قدام في فقرة ازاي تعمل البيرسونال براند بتاعك. بس يعني ايه البيرسونال براند، او ايه اول حاجة هتفكر فيها لما تفكر في كلمتين البيرسونال براند؟ هتفكر ان ده شخص بيعمل اي حاجة عشان الفلوس، ودي حقيقة شوية، ان هو بيعمل اي حاجة عشان الفلوس، سواء بروجكت شغال عليه، سواء كبزنس شغال عليه. هو بيستك بنيش معينة من الناس، من المهارة او السكيل اللي عنده، نيش معينة بيقعد يعمل فيديوز كتير عليها، يكون ده اختصاصه، وناس تجيبه وناس مش عارف ايه، كل الكلام ده. فهو ده البيرسونال براند. بس فهو برضو بيحب الاتنشن، بيحب الناس تتكلم عليه كتير، يحب يعمل صوت وضوضاء عشان يتجاب اكتر في بودكاست وكل الكلام ده، فالناس تستضيفه فيكسب، فيسوق عن شغله والكلام ده. فهو همه انك تضغط على اللينك، انك تروح تشتري المنتج ده. بيشترك فيها برضو حتة اللي هو الانفلونسر اكتر، لكن الكريتور هتلاقيه بيقول لك اشترك في الكورس بتاعي وكل الكلام ده. فبس ده الفرق بين التلاتة. هنيجي على السؤال المهم جدا بقى. طيب اكون ايه؟ اكون انفلونسر ولا كونتنت كريتور ولا البيرسونال براند؟ الهدف من الفيديو ده انك تكون انت، عشان انت مش هتديفاين نفسك في كاتيجوري معينة، او مش هتحشر نفسك في كاتيجوري معينة، لكن انشر المحتوى اللي انت حابب تشوفه في العالم او على النت عامة. فانشر المحتوى اللي انت عايز تشوفه. انا بحب مثلا كواحدة من هواياتي ان انا اتفرج على ناس ما عندهاش فيورز كتير على اليوتيوب، يوتيوب تشانلز لسه بتبدأ، وبشوف الكونتنت اللي هم بيقدموه. انا بحب كده، بتجيلي فيديوهات عشوائية جدا في الفيد او الاكسبلور بتاع اليوتيوب، سواء من ناس اجانب او من ناس مصريين، فبحب اتفرج عليهم يعني. فانا بحب ده، فبحب اعمل ده. فغالبا يعني في ناس كتير شافتني بعمل ده. فبس، فالهدف من الفيديو ده انك تكون انت، انك تبني البيرسونال براند، او هنقول البيرسونال براند بقى على التلاتة دولت. لو هنحط بقى كاتيجوري بيرسونال براند وتحتها سب كاتيجوريز كده، اللي هما الانفلونسر والكرييتور والبيرسونال براند، فانت تبني البيرسونال براند بتاعتك تبعا لشخصيتك انت بس. فكن انت، بي اوثنتيك. ايه الاستفادة اللي هترجع لك بجد لما تكون اوثنتيك، او لما تكون انت؟ يعني انت لما تكون بتنشر المحتوى اللي انت فعلا حابب تقدمه او حابب تشوفه على في الناس او على النت، فانت لما الناس مثلا هتقابلك في الشارع، سواء انت حابب تظهر وشك او لا، فانت لما تنزل الشارع مثلا وتقابل ناس، او الناس تقابلك يعني، فشخصيتك مش مختلفة خالص عن الشخصية بتاعتك اللي على النت. فالناس مش هتعرف اللي انت فيك زي الناس اللي انت، او سواء قابلت ناس فيك قبل كده على النت وفي الحقيقة يعني. فبس. وتاني حاجة ألا وهي المهمة، أنت في بلو أوشن. يعني إيه بلو أوشن؟ زي ما في بلو أوشن في ريد أوشن. في البيزنس بنقول على الناس اللي بتستيك بنيش معينة، أو بتقدم فاليو خالص تانية خالص غير الفاليوز السوق المزدحم وكذا، نقول عليها بلو اوشن. الريد اوشن جايه من فكره ان في شاركس في المحيط وكده،
بتقتل في بعضها ففي دم، فريد اوشن. فانت بتقدم ميزه ان انت اوثنتيك فعلا، ان انت مش فيك، فانت في بلو اوشن لوحدك بس.